صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. النهارده بقى يا ست الكل هعملك الحواوشي بابسط واسهل طريقه ممكن تتعمليها. بس في بدايه الفيديو كده هوريكي بعض الفيديوهات اللي احنا عملناها مع بعض على القناه، وهسيب لك اللينكات كلها في صندوق الوصف. بس قبل ما يبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. السلام عليكم محترمي اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب للصم مميزه. اتمنى يا جماعه تشيروا الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعم الفائده للجميع. ولو بتشاهدوني من على التيك توك اتمنى تنوروني وتشرفوني على قناتي على اليوتيوب، هكون سعيده جدا بيكم. واللي مش عارف يدخل القناه ازاي، هتضغطش على الصفحه الرئيسيه بتاعه التيك توك، هتلاقي كلمه اليوتيوب، اضغطي عليها هتوصلك للقناه على طول. وقناتي اسمها الوصفه المميزه مع تغريده الصباح، ويلا بينا. مبدئيا كده انا معايا 750 جرام من اللحمه، منهم 500 جرام لحمه صافي من غير دهون، وعليهم ربع كيلو دهون صافيه. فرمتهم مع بعض فرمتين اتنين ناعمين جدا. لازم انا اعمل لحمه كويس قوي. هننزل بنص كيلو من البصل، بيعادلوا حوالي 3 حبات من البصل متوسطين. انا فرمهم يا جماعه فرم ناعم ومصفياهم تماما من الميه. هتحطيهم كده في شبكه او تحطيهم في مصفى او في شاشه، وتضغطي كده لحد ما تصفي الميه بتاعتهم وتتخلصي من الميه. وبعد كده انا عايزه التفل بتاع البصل بس. وهننزل بثلاث فصوص من الثوم ومعلقه صغيره من الملح. طبعا الملح ده طبعا تقدري تظبطيه على حسب الرغبه. لحد كده متفقين. ومعايا معلقه صغيره من السبع بهارات، اللي مش حابب يعني على حسب البهارات اللي انت حباها. ممكن فلفل اسمر، كمون، رشه جوز الطيب، رشه كزبره. ومعايا رشه من الشطه، ودي اختياري لو بتحبيه يحرق، يعني حرق شويه ممكن تكتري تقللي، وممكن تستبعدي الشطه لو انت مش حابه شطه يا ست الكل. ممكن برضو تجيبي تشتري من عند العطار بهارات حواوشي، بس انا بصراحه مش حابه اجيبها. ممكن تقدري تحطي، لو جبتيها هتحطي معلقه صغيره من بهارات الحواوشي. وبعد كده هنعجنها كويس قوي ببعض، يعني البصل في الحاجات دي كلها ندمجها كويس قوي في بعض. وبعد كده هكورها كور كده على قد الرغيف، على حسب بقى الرغيف بتاعك كبير او صغير، كور كده. انا عملتهم يا جماعه 9 كور. انا قلت يا جماعه لازم الحواوشي بيعتمد على دهون كتير، لازم تحطي نص كيلو لحمه صافي وعليها ربع كيلو دهون، يعني دهن صافي. بعد ما كورتهم بقى هنيجي العيش نفتحه، وبعد كده هنحط الكرة في العيش، وبعد كده نفردها تماما. يعني نفرد اللحمة، ما تخليش اللحمة يكون تخينة، ما تخليش لها سمك علشان ايه ما تبقاش ايه تخينة قوي. اهم حاجة تفرديها من الاول للاخر كويس، علشان هي بتكش شوية لما نيجي نسويها. وبعد ما عملتهم كلهم زي ما انت شايفه يا ست الكل كده، معايا سمنة على زيت، وهنبدأ ايه ندهنها دهنة من فوق، ندهن الرغيف من فوق ومن تحت. طيب حابة تعمليه على عين البوتاجاز مفيش مشكلة خالص، حابة تريحي دماغك وتحطيه في الفرن وهوريكي تعمليه ازاي مفيش مشكلة. لو هتعملي على عين البوتاجاز هتجيبي طاسة وتدهني الطاسة معلقة من الزيت، وبعد كده هتحطي الرغيف وتغطيه. لما ياخد لون من تحت تبداي تقلبيه على الوجه التاني. اللحمه، حد يقول اللحمه هتستوي، اقول لك هتستوي جدا. انت لما بتفتحي الرغيف كده بيبقى الدخان رهيب، بيستوي اللحمه فيه وتبقى زي الفل معاكي. بس اهم حاجه يا ست الكل نعمي البصله، ما تخليهاش ايه خشنه، علشان ما تبقاش تقرقش تحت اسنانك وانت بتاكليه زي ما انت شايفه كده. طيب انت عايزه تسويه في الفرن، هنسويه يا ست الكل. هتجيبي صينيه كبيره برضو ودهنيها دهنه من الزيت كبيره، هتحطي بقى كذا رغيف، ممكن تحطيهم مره واحده على حسب حجم الصينيه. وهتشغلي الفرن على اعلى درجه حراره وتسخنيه قبلها ب10 دقايق. وبعد كده زي ما انت شايفه كده هتحطيه، تقربي الشبكه لتحت خالص. شايفين بتغلي وتعمل ازاي اهو. اول ما تاخد لون هتبداي تغطي تقلبيه. انا مشغله يا جماعه الفرن من تحت بس، مش مشغله الشوايه خالص. اما بتاخد لون من تحت ببدا اقلبها. شايفين بيبقى عامل ازاي بيغلي اهو، والدهون كلها بتنزل اهو زي ما انت شايفه كده. تبدا تاخد لون من اليمه التانية كده. الموضوع سهل اهو، مفيش يعني اي افتكاسه خالص. وبعد ما خلصت كل الكميه بنرشها رشه من البقدونس، دي اختياري طبعا عشان الجرنشه والشكل الجميل. كل سنه وحضراتكم طيبين جميعا، ويعود عليكم الايام بخير. ولو انا نسيت حاجه اقولها في سياق الفيديو ابعتيلي كومنت، وانا ان شاء الله بجاوب على الكومنتات. شايفين الجمال؟ واسيبكم في رعايه الله وامان، انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.